كل حلقة حكينا حكاية حقيقية، لكن الحقيقة إن الواقع أوجع كتير من أي حكاية. حكينا عن الطفل اللي في النص، اللي اتحط ما بين اتنين كل واحد فيهم بيشد لطريق مش معلوم. وحكينا عن الطفل اللي كتب في كراسته إن هو يتيم عشان يبعد عن العار اللي بيلاحقه في المجتمع. عن اللي بيعيش ما بين أبوين عايشين بس مش موجودين. عن الطلاق اللي حصل من غير مسؤولية، والحب اللي مات بس الألم لسه عايش. كل طفل في القصة دي هو إنسان صغير لسه بيتعلم يحب، بيفهم نفسه من نظرة أب، وبيصدق نفسه من حضن أم. لكن الأب لما يغيب أو الأم لما تشيل الحب وتبدله وتحط مكانه كراهية، الطفل بيتكسر حتى لو فضل ساكت. الجواز مش بس علاقة بينتج عنها تكاثر، او فقط هي لاف ميكينج للناس اللي هي محتاجة ان هي تشبع رغباتها، او شيء لازم يتم لان الولد كبر فلازم نجوزه، او البنت بقى عندها 25 سنة يلا العار اللي هيلحق بالعائلة ان هي لسه ما فيش حد اختارها. ازاي انت عندك 25 سنة ولسه ما اتجوزتيش؟ أشكال غريبة من الفهم للحياة الزوجية، ولا ليها علاقة بأديان أيا كانت الديانة، ولا ليها علاقة بفهم هو إيه اللي ممكن يترتب عليه نتيجة بس اتجوزوا. هندفع له وهي عندها 25 سنة وهم حاسين ان العار ملاحقهم بس لازم نجوزها. الولد يدفع كتير، ولا الولد عنده مسؤولية ان هو يدفع لانه مش قادر يدفع واهله اللي بيدفعوا في الاخر، وينتج في الاخر عائلة مشوهة باطفال مرميين مش فاهمين هم رايحين فين وجايين منين. منتشر في الفترة الاخيرة ولفت نظري جدا على السوشيال ميديا اطفال بتقول عليهم اطفال شوارع او هومليس او سموهم زي ما انتوا حابين تسموهم. لما بيتسألوا بتكون الإجابة أنا مش عارف هم رموني ليه، أنا عايز بس أقابل أهلي عشان أسألهم هم رموني ليه. ومن ناحية تانية أنا مسامحهم لأن هم أبويا وأمي، أنا مش محتاج حاجة تاني غير كده. في نهاية سلسلة الجريمة بعد اكتمالها أنا بناشد أي حد ممكن يتواصل أو يوصل الصوت لأي حد من متخذ القرار إن هو يكون الطلاق فقط عن طريق المحكمة، وإن الطلاق لا يتم عن طريق طلقتك فقبلت فاتطلقنا فالولاد اترموا. لأ، لازم يكون عن طريق المحكمة، ولازم المحكمة تقبل الطلبات دي، ولازم يكون في استشاري نفسي. المشكلة إن إحنا لسه مش مقتنعين إن هو في حد ممكن بيشتغل فاميلي ثيرابي ويقدر إن هو يحل مشاكل كتير بتحصل احنا شايفينها كبيرة وهي في الأصل صغيرة جدا، وممكن يقرب وجهات النظر ما بين الطرفين لحماية الأطفال حتى لا يندثر المجتمع. في جريمة مخيفة بتحصل موجودة في الشوارع أثرها جم على ناس كتيرة وعلى مجتمع بيشوه بسبب خلافات غير مسؤولة من طرفين قرروا ان هم يسيبوا بعض. ارجوكم لو حد حتى مش في دماغه ان هو يسمع، انا معرفش مين اللي بيسمع على فكرة، انا جاست طلب مني ان انا اتوجه لناسنا لمجتمعنا بكلام وبدأت اتكلم. انا مش عارف هو بيوصل لحد ولا، بس لو في حد بيسمع وصلوا الكلام لحد من متخذ القرار. راعوا وجود جيل يقدر يأثر في مجتمع هو اوريدي بينهار تعليميا وثقافيا ومجتمعيا وأسريا. حافظوا على ما تبقى. لو كنتوا خسرنا الماضي والتاريخ والحضارة، حاولوا تنشئوا جيل على الأقل يكون مستقر في أسرة
علشان يقدر يكمل. انتوا بتتحاربوا من كل مكان، ولكن للأسف كل واحد باصص لنفسه ازاي هيعيش، وللأسف هو مش عارف يعيش وما بيعيش. أتمنى لو في حاجة بنقولها مفيدة أو الرسالة واصلة لحد يحاول إن هو يشاركنا أو يشاركها، لعل حد تاني يستفيد. أتمنى لكم حياة سعيدة وأشوفكم على خير. باي باي.